الوشوش وبنعيش حكايات وبنمر بمواقف، بس الحكاية الحقيقية عمرها ما كانت في اللي بيتحكي. الحكاية دايما مستخبية في اللي ما بنقدرش نقوله، في المسافات اللي بنسيبها خايفين من الوجع. أنا إيمان هاشم، وده بودكاست بين السطور. السؤال اللي بنسأله دايما لنفسنا هو إحنا ليه دايما بنسامح ناس مش ندمانة علينا، واللي بنقرب من ناس إحنا عارفين إنهم هيأذونا؟ هل دي طيبة قلب ولا ده جوع للمشاعر؟ النهاردة مش جايين نتكلم عن غدر الناس، إحنا جايين نتكلم عن الفخ اللي بننصبه لنفسنا بإيدينا بكل حب، فخ التوقعات. لو عايز تفهم ليه روحك دايما مطفية ودايما مستنزفة في علاقات زي بعضها، الحلقة دي تبقى ليك انت. احنا دايما بنقرب من الناس فاكرين اننا بنقرب من قلوبهم، لكن الحقيقة احنا بنقرب من النسخة اللي رسمناها ليهم في خيالنا. في علم النفس بيقولوا اننا بنسقط احتياجاتنا القديمة على الاشخاص الجديدة، ودكتور مصطفى محمود في كتابه أناشيد الإثم والبراءة بيقول: إنما يذيقنا الله مرارة الخذلان في من نحب حتى لا يكون لنا سكن إلا إليه. يعني الوجع اللي انت بتحسه لما حد بيغزلك هو في الحقيقة جرس إنذار بيقولك انت سكنت في المكان الغلط وبنيت بيتك على أرض مهزوزة، أرض التوقعات البشرية. وعشان نفهم إزاي نحمي قلوبنا لازم نرجع للإمام الغزالي. الغزالي كان بيشوف إن التعلق بغير الله هو عين الشقاء، إن القلب زي الإناء بالظبط، لو مليته بالتوقعات من البشر مش هيفضل فيه مكان لليقين. الغزالي بيعلمنا إن الناس بتتغير وبيتقلبوا وبيمرضوا وبينسوا، فلما أنت بتتوقع منهم الثبات أنت بتطلب منهم صفة مش موجودة، صفة مش عندهم أصلا. الظلم هنا مش منهم، الظلم ده منك أنت لقلبك لما حملته ما لا يطيق. خليني أقولها لك بوضوح، أنت ما توجعتش من اللي عمله الشخص فيك، أنت توجعت من المسافة بين اللي أنت كنت مستنيه وبين اللي حصل فعليا. علماء الاجتماع بيقولوا إن السعادة بتساوي الواقع ناقص التوقعات. يعني كل ما رفعت سقف توقعاتك كل ما كانت النتيجة المعادلة هي سالب مشاعر، يعني خيبة. بيقول جلال الدين الرومي: لا تترك نفسك للآخرين حتى لا تموت بداخلهم. القرب اللي بيخليك تضيع وتنسى حدودك هو قرب مسموم. احنا بنقرب من الناس علشان يطمنونا، علشان يرمموا كسر جوانا، وده اللي بيسموه الاقتراب غير الواعي. والحقيقة انت مش بتحب الشخص لذاته، انت بتحب الدور اللي مفروض هو بيلعبه في حياتك، وأول ما بيأثر في الدور ده انت بتنهار. الحكمة هنا بتقول: اقترب لكن لا تلتصق، خليك زي الشجر جذورك ثابتة في أرضك وأغصانك بتلمس الآخرين بلطف. لو الغصن انكسر الجدر لسه حي. طب إزاي تعيش من غير ما تتكسر؟ أول حاجة، لما تيجي تتعامل مع الناس ما تستناش منهم حاجة، زي ما دكتور مصطفى محمود كان بيقول: اجعل عطاءك لله، عشان لو الناس نسيت رب الناس ما بينساش. تاني حاجة، لازم تفهم إن إحنا بشر ضعاف، بلاش تلبس الناس ثوب المثالية، هم بشر بيغلطوا بيعتذروا بينسوا، وأحيانا كمان ممكن يمشوا ويتخلوا عنك. تالت حاجة، ما تتعلقش بالأشخاص، اتعلق بنفسك. ما تقربش من حد عشان يكملك، قرب وانت كامل عشان تشاركه اكتمالك. افتكر دايما، انت ما تألمتش لأن الناس اتغيرت، انت اتألمت لأنك تخيلت إنهم مش هيتغيروا. ما تخليش التوقعات تسرق منكم متعة السكة، وعيشوا بقلب صادق بيحب بصدق، بس ما تتعلقش بوهم. أشوفكم على خير إن شاء الله، ويا رب دايما يجعل قلوبكم مطمئنة. كنتم مع إيمان هاشم، وده بودكاست بين السطور.